كان يا مكان، نحكي ولا ننام؟ طبعا نحكي. يلا نحكي. اليوم انا بدي احكي لكم قصه. بس شو بدي احكي لكم؟ ايش احكي لكم؟ احكي لكم اكثر من قصه. بحكي لكم عن حالي لما انا كنت صغير. كنت هيك قدكم تقريبا مش متذكر بالضبط قديش كان عمري. بس وقتها وانا صغير كنت اكره المدرسه. ما كنتش احب المدرسه. انتوا بتحبوا المدرسه؟ اللي بيحكي الصراحه. انا بحب. مين بيحبش المدرسه يرفع اصبعه. ولا وصاحبي انت وانت بتحبي ولا بتحبيش؟ بتحبش المدرسه. برافو عليك. هاي الناس الصحيح اللي بيحكوا الصراحه. وانا ما كنتش احب المدرسه، بس صار في كثير اشياء عشان انا ما كنتش احب المدرسه. حياة الله كنت كل مره اعمل اشي عشان اهرب من المدرسه. مره عملت حالي اخذت الزوادي وقلت بديش اروح على المدرسه. بدور بالشوارع، بضلني ادور بالشوارع، بس يرن الجرس بروح على البيت. بس اروح على البيت بقول انا كنت بالمدرسه، وثاني يوم بس تسالني المعلمه بقول لها انا كنت مريض. بكذب عليها. ضليتني هيك ادور بالشوارع مع الزوادي، حتى الزوادي ما اكلتهاش، هيك مسكتها هيك وريتها شكلها. المهم انا ماشي هيك ولا شفتني جارتنا ساكنه جنبي اسمها فاطمه. ولا شفتني هيك بتقول لي اسامه شو عم تعمل هون؟ تخبيت انا، لحقتني مسكتني من داني، اي ضلت مسكتني هيك من داني وصلتني لعند امي. وامي يا ولدي الاكل اللي اكلته ملتني كفوف. تروح على المدرسه تهرب من المدرسه ومسكتني كمان مره من داني التاني. ضلت مسكتني هيك لحد ما وصلتني على الصف. بالصف المعلمه يا باي يما السلام القصاص اللي بدي اكله. زمان كانوا يقولوا لنا اللي بيعمل اشي بنفوته على اوضه الفيران. كان في اوضه بالمدرسه مسكره وهي يقولوا لها اوضه الفيران، واحنا شو نخاف عشان ما نفوتش على اوضه الفيران. مفكرين عن جد انه اوضه الفيران فيها فيران. اليوم قالت لي المعلمه اليوم نفوتك على اوضه الفيران. انا يما موتت من الخوف. وش اوضه الفيران؟ كلنا بنعرف انه اوضه الفيران بنخاف. بعدين اجت فتحت الباب وفوتتني لجوا وخلت الباب مفتوح. اطلعت بالاوضه بالهاي وين فوتتني. وين الفيران؟ فيش فيران. فيها كراسي مكسره، لوح مكسره، طباشير، بقالي، اشياء هيك. طلعت مخزن وبحطوا الاشياء اللي مش منيحه بحطوها هناك. يعني المعلمه كانت كل الوقت تكذب علينا، قلنا في اوضه فيران ومفيش اوضه فيران. طيب انا بورجيها لهي المعلمه. خلص بدي اصير اهرب كل مره ويحطوني اوضه الفيران ويقولوا قتلي ما بحبش المدرسه، ما كنتش احب المدرسه. ضليتني هيك ومش عارف ايش بدي اعمل. لما روح الاولاد ضليتني انا لحالي بالصف محبوس. عشان ايش؟ انا هربت من المدرسه. شوي ولا اجى اخوي الكبير معه زوادي، عشان انا ما اكلتش، ما انا رميت الزوادي. امي بعتته هيك بيضه مسلوقه وحبه بندوره ونص رغيف خبز. حطيت البيضه هيك بقلب الخبزه وفغشتها هيك تعرف هيك واقرط واكل. شو كنت جوعان على الاخر. وانا يعني مش عارف ايش بدي اعمل. انا ما بحبش المدرسه. هاي بدايه قصتي انه انا ما كنتش احب المدرسه. ايش صار معي؟ بنكمل بعدين. شكرا لكم انكم حضرتوا كمان حلقه من كان يا مكان نحكي ولا ننام. طبعا نحكي. عشان تحضروا كمان حلقات اكبسوا على السبسكرايب او على اللايك، وهيك بتصير تصلكم الحلقات وتحضروا اكثر واكثر. والى اللقاء في قصه جديده احلى من الاولانيه. الى اللقاء.